بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة يا رب. انا قلت لكم الفيديو اللي فات بعد ما خلصت الفطار وكده، قلت لكم انا عندي حبة مواعين في المطبخ، بسم الله ما شاء الله. وانا بصوا بحب اوعد واوفي. انا قلت لكم هو الفيديو اللي جاي ان شاء الله هوريكم الدنيا عاملة ازاي، وانا وعدت ووفيت. بصوا بقى، المواعين ديت مواعين فطار ومواعين سحور ومواعين كانت في التلاجة بقى، فيها حلل، حاجات فيها طبيخ وحاجات فيها مش عارفة ايه، كله اتفضى واتكوم زي ما انتوا شايفين في الحوض كده وعلى الرخامة وعلى الصينية. تمام، هنخش عليهم كده حتتك بتتك واحنا بندردش، وهنشوف هنغسلهم وهنظبطهم. بصوا بقى، انا بعد ما فطرت آه قلت ايه، قلت هفطر واقوم ادخل على المطبخ كده اظبط المواعين بقى واظبط الدنيا وهصور. قلت يعني وانا بتكلم مع بنتي بقولها بعد ما نفطر كده انا هدخل على المطبخ اظبط المطبخ، المواعين والدنيا دي كلها هشيلها واروق المطبخ تمام. بعد ما فطرنا بقى قعدنا شويه ومش عارفه ايه، نشرب عصاير ونضحك ونهزر لحد ما ايه العشاء أذنت. فقلت خلاص بقى اصلي التراويح واصلي العشاء والتراويح، وهقوم بقى ايه نشوف المطبخ خناقتنا انا وهو وهترسى على ايه يعني. فصليت التراويح والعشاء، يعني العشاء والتراويح، ورحت ايه قلت لهم اغفل بقى ايه 5 دقايق او 10 دقايق كده اريح، وتصحوني على طول عشان خاطر اخش بقى اشوف المعركة بتاعتي. صحيت فعلا، بس صحيت على السحور، بنتي بتصحيني في السحور. قلت له قومي يا ماما عشان تتسحري. اسحر ايه يا بنتي؟ الساعة كام؟ ببص لقيت الساعة 3 وخلاص السحور. فبقول لها يا فيه، تقول لي حاولت اصحيكي انت ما فيش، انت مغمى عليكي مش نايمة مش قادرة تقومي. فقلت خلاص بقى ايه، خلاص نكمل نوم والصبح بقى ايه يا ماما، نكمل المعركة بتاعتنا. تمام. فبقول لها يعني انت ما غسلتيهمش ليه؟ طيب فبتقولي انت قلت هتصوري يا ماما مش عارفه ايه، وانا ما ينفعش اكسر كلامك. هي ايه تلاكيك وهروب من المواعين انا عارفه، بس يعني ايه، دبستها تاني يوم بقى في الغسيل والشقه، وقلت لها خلاص بقى سيبي لي انا ده، وسيبي لي المطبخ والفطار، وخش انت بقى ايه على باقي المواضيع. ما استلمت هي الشقه وغسيل هدوم وكده و... وانا استلمت المطبخ والمواعين والفطار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بصوا بقى يا جماعة، وهي تشتكي من المواعين، احنا كنا بنتضايق يعني، بنبص بنزهق وبنتخنق من غسيل المواعين. بس طالما انت بتغسلي مواعين، وطالما عندك مواعين في الحوض ومواعين في المطبخ ومواعين في مش عارفة في كل حتة، يبقى انت كده بخير الحمد لله، ولادك بخير، وتحمدي ربنا وتشكري فضله على النعمة اللي انت فيها. يعني بصوا، يعني مش هتبقى حاجة حلوة انك يبقى مطبخك نضيف دايما وحوضك ما فيهوش مواعين وانت قاعدة لوحدك او ما فيش حد معاكي. بالعكس والله العظيم، انت ادعي لنفسك ربنا يديك الصحة والعافية، وانك انت تقدري تقومي يعني بواجباتك مع عيالك و... وتستعيني بربنا في كل حاجة، استعيني بربنا كده واحمدي ربنا على النعمة اللي انت فيها، نعمة ان ولادك حواليك وبيتك مليان وبيتك مفتوح والدنيا تمام كده. بصوا ديت كده والله العظيم اجمل نعمة انت تشكري ربنا عليها، وتقولي يا رب ديمها عليا نعمة واحفظها من الزوال. وربنا يا رب ما يحرم اي حد من ولاده ويدي كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة. بس ده اللي حبيت اوصله لك، يعني ادعي لنفسك ان انت ربنا يديك الصحة والعافية، وتقدري تسدي وتبقي قدها وتبقي آه يعني ام صالحة وام قادرة تقوم بكل واجباتها ومهامها مع عيالها يعني. ماشي تمام، لو هنساعد بعضنا وكل حاجة، بس يعني ايه ما تزعليش ما تتضايقيش. انا بقول لكم الكلام ده وانا فعلا ساعات بتقدر كتير من المواعين وكده، بس برجع كده واقول الحمد لله الحمد لله يا رب خليهم لي، يا رب اديمها نعمة عليا، يا رب ما تحرمنيش منهم، ولا من دوشتهم ولا من الزيطة بتاعتهم ولا من كل الحاجات دي. يا رب يخليهم لي، يا رب يخليكم اولادكم ويرزق كل مشتاق يا رب. وانتي كده واقفة بصي، يعني انتي بتاخدي ثواب وانتي بتغسليهم، يعني بتغسلي مواعين كده وبتروقي مطبخك وبتظبطي دنيتك وبتنضفي سمك زي كده وايديكي بتتجرح، بتاخدي ثواب، بتاخدي ثواب عند ربنا اللي وقفتك ديت وافطار يعني الصايمين، ان انتي تعبانة وشقيانة، يعني انتي بتاخدي ثواب اكبر من ثواب اللي صايمين عادي. انتي صايمة وواقفة في المطبخ في الحر بتعملي فطار بتعبانة وشقيانة، بتاخدي ثواب اكبر، فانتي احمدي ربنا برضو على الثواب اللي انتي بتاخديه المضاعف.
تمام. وانت واقفه كده بقى ايه، بتاخدي حسنات واستغفري وصلي على النبي وانت واقفه. بصي يعني خلي دماغك كده، اشغلي دماغك وانت شغاله في على الحوض وانت واقفه. انا والله العظيم ببقى واقفه كده، يعني ولادي ممكن ساعات يكلموني وانا مش مركزه معاهم، لان هي بستغفر وبصلي على النبي وبدعي، بفضل ادعي كده وانا صايمه وواقفه في المطبخ، بدعي بكل اللي نفسي فيه لولادي ولنفسي والحبايبي والكل لكل اللي يجي على بالي، والله بفضل ادعي له. ويعني انت واقفه كده والله دعاكي بيبقى مقبول، لان انت واقفه شقيانه وواقفه صايمه وكده، فادعي ادعي كده وصلي على النبي واذكري الله في كل دقيقه وانت واقفه وانت شغاله، بتاخدي ثواب اكبر. وربنا يا رب يعينك ويقويكي ويحسن ما بين ايديك ان شاء الله. بصوا كده احنا خلصت المواعين اهو الحمد لله، ودخلت على السمك. السمك دلوقتي نضفته. بصوا السمك يعني ربنا المستعان والله العظيم، شويه السمك دول ب170 جنيه. 2 كيلو سمك وسط، يعني مش كبير، هو اللي هو قد كف ايدك كده او اصغر كمان. يعني السمكية عاملة 17 جنيه، فاهمين ازاي؟ دول 2 كيلو ب170. بصوا انا عملت السمك ونضفته وظبطته وتبلته وكل حاجة وعملنا فطار، وجوزي اتعزم هو وابني الكبير، اتعزموا في مكان عند اصحابهم وكده. ف يعني كنت خلاص بقى تبلت كله وجهزت كمان. يعني ايه، اليوم اللي هو بعد ده انا بسجل لكم الفيديو تاني يوم على فكرة. يعني تاني يوم المواضيع ديت، تاني يوم انا بسجل لكم الفيديو. تمام. السمك اللي فاض بقى لانه ابني وجوزي اتعزموا، فاحنا اكلنا وفاض سمك. فاض سمك تمام، كنت عامله سمك وحاجات تانية. فجيت تاني يوم بقى كملت عليهم، وكملت جبت سمك تاني، يعني سمكتين ب50 جنيه قصدي، سمكتين بس ب50 جنيه. وكملت عليهم عشان نفطر تاني يوم. قلت لا مش هينفع، والسمك ما ينفعش يفضل في التلاجة اكتر من يوم يعني. فقلت خلاص بقى ايه، نخليها تاني يوم برضو سمك. فعشان هم اتعزموا ما كانوش عرفوني، فانا ما كنتش عملت السمك ده كله، يعني كنت قسمته وفطرنا منه على مرتين. بس كده. بصوا بقى انا بعد ما خلصت السمك على طول، عشان انا غاسله المواعين طبعا، فمش عايزه حاجه تفضل في الحوض تاني. بغسل كل حاجه، المواعين اللي فيها زفاره السمك وكده بغسل كله باستمرار، عشان اطلع من المطبخ وهو متسلطن. تمام كده خلصت الحوض اهو. وكمان السمك بقى ايه هتبله. هعمل ايه دلوقتي؟ هتبل السمك اهو. همسك السمك كده، التتبيله اللي انا عاملاها معاكم، التوم بالفلفل الاخضر، وحط عليها انا كمون وحاطه ملح. بس هنظبط ايه يعني، نحط معلقه ملح بكمون كده وخلاص، بس كده. هو كمان انا عصر عليه ليمون وتمام. فخلاص انا غسلت السمك كويس زي ما انتم شفتوا قدامكم، وشطفته مره واتنين وتلاته وعملته بدقيق وكل حاجة عشان يبقى تمام. وكنت المصفى البامبا اللي انتوا شفتوها ديت انا بخليها جنبي في غسيل مواعين في اي حاجة، عشان خاطر الم البواقي كده واحطه جواها عشان ما تسدش معايا الحوض ولا المواسير ولا اي حاجة. وخليتها برضو في تنظيف السمك، القشر بتاع السمك، احشاء السمك وكله كنت بصفي فيها، وبعدين برميها برمي الحاجات دي في الزبالة، ومخليها يعني مخصصة المصفى ديت لكده. تمام. هنتبل السمك زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبه بقى ايه لمدة نص ساعة، ساعة الا ربع. يعني الكلام ده كان العصر، يعني انا بتبل السمك كده كان العصر بيقدم. فسبت بقى الدنيا ورحت دخلت، غيرنا هدومنا كده واتشطفنا، وصليت العصر وقعدت اقرا شويه في المصحف، وبعدين دخلنا شفنا اللي ورانا. بصوا اي حاجه بقى بفضيها بغسلها على طول على طول كده، عشان ايه، ما بقاش في ريحه زفاره سمك في المطبخ او في الحوض او في كده. على طول على طول بالبريل معايا اهو، واغسلي ونضفي. وانت اساسا يعني لما بتكوني لسه مخلصه مهم تبقى فرحانه بالحوض كده، وهو ايه، متروق، فبتبقي يعني ايه نشيطه، عايزه كل حاجه تخش فيه ون على طول نغسلها. كده تبلنا السمك اهو، الحوض نضف، وادي المواعين، ومليت كمان الازايز هحطها في التلاجة او في الفريزر. وكمان غسلت البوتاجاز وظبطنا الدنيا. بعد ما صلينا بقى وقرأنا قرآن وقعدنا شوية، كان فاضل المغرب كده بتاع يعني ايه نقول ساعة او ساعة الا. قمت دخلت بقى على المطبخ، كان السمك خلاص شرب التتبيلة بتاعته، ودخلت عشان نقلي ونعمل الرز ونشوف كمان هنعمل ايه تاني. حطيت زيت كده في الطاسة، كان في زيت عندي، كانوا محمرين فيه بطاطس وكده في السحور. فروحت ايه، آه يعني ضفته، وقلت اقلي في سمك ونحط زيت نضيف بقى للبطاطس. تمام، عشان حرام ازازة الزيت برضو دلوقتي معدية ال100 جنيه يعني.
وجبت حلة تانية على النار حطيتها هناك، وحطيت فيها شوية زيت عشان نعمل ايه عشان نعمل ايه الرز. ركزوا معايا انا لسه صاحية، فالدنيا ضايعة معايا. هنتحرج الاول كده قبل ما اقلي السمك. عندي شوية بتنجان عجبتهم قوي في لما كنت عاملاها يعني على الفطار المرة اللي فاتت، بس كنت سلقاها يعني عاملة البتنجان متبل ده، بس ايه مسلوق. المرة دي بقى هدحرجهم كده في الزيت، وبرضه هعمل لهم نفس التتبيلة اللي عملتها المرة اللي فاتت مع الطماطم وكده، هعملها نفس التتبيلة. هو مش كتير اللي كانوا عندي دول، فحاجة تفتح النفس. عايزة اقول لكم ان احنا برضو اللي بيفيد مننا في الفطار في السمك قصدي البتنجان المتبل ده والطماطم، بنحطه مع اكل السحور. والله العظيم ما تقولوش هيعطش، والله ما بيعطش ابدا. يعني حاجات فيها توم وتمام ومتحبشة وكده تقول هتعطشني، لا. بنحطها بتفتح نفسنا في السحور برضو على الاكل وكده، وما بنحسش باي حاجة. يعني تاني يوم ما بنحسش بعطش ولا اي حاجة. في الحالة التانية هناك حطيت البصلتين كده كبار مقطعام صغير، ولعت عليهم النار. بصوا انا عايزة اظبط الكادر اظبط التليفون والحامل يعني بتاع الستاند بتاع التليفون. المكان صغير ديت، انا حاطه البوتاجاز كده في بلكونه المطبخ، بلكونه صغيره بتاع متر كده. فانا حاطه الستاند، انا واقفه جنب الستاند كده متقدره، مش عارفه اظبط نفسي. فبحاول ايه اظبط التليفون عشان يبقى تمام وجايب كل حاجه. هنا اهو خلاص كده قلبت البتنجان، وكمان بقلب في البصل، يعني ايدي شغاله هنا وهنا. وهناك برضو بنتي بتتبلي بتعملي السمك في الدقيق يعني، وبتقطع لي حاجات السلطه. وانا ايه يعني احنا الاتنين شغالين. وكمان بتعمل العصاير متهيألي، ايوه عملت عصاير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على النبي كده. هو انا قلت لكم اشتركوا ولا ما اشتركوش يا بنات؟ لا قلت لكم، بس حطوا اللايك. حطوا اللايك يلا. وبرضو لو لسه ما اشتركتيش وانت بتتفرجي كده على الفيديو، اشتركي معايا وتابعيني، وان شاء الله كل الفيديوهات اللي جايه باذن الله هتعجبكم باذن الله. تاني يعني فيديوهات جميله جدا، وانا منتظره يعني انا بستنى رمضان كده من السنه للسنه عشان انزل اجازه للبلد يعني. وببقى فرحانة أوي اللي رمضان جاي، وبعد العيد بقى هننزل ونقضي الأجازة. بس إن شاء الله السنة دي هتبقى مختلفة، لأني هنزل على بيتي بإذن الله، أو المكان اللي أنا هستقر فيه. وخلاص بقى ما يبقاش في نزول كل عيد وكده، وابقى مستنية بفارغ الصبر. لا الحمد لله، خلاص هسيب هنا وهعيش تحت. فخليكم معايا وتابعوني، بصوا كل حاجة هتبقى معاكم أول بأول. فاللي لسه ما اشتركش يشترك معايا عشان ما تفوتوش حاجة، ويبقى بادئ معايا خطوة بخطوة. هنا البصل اول ما احمر واخد لون كده، ضفت عليه شفشق ميه وحطيت ورق لورا، وهنظبط الملح وخلاص. اسيبه اغطي عليه كده واسيبه يغلي كويس الميه بالبصل دي. وهنا السمك اخد لون حلو خالص. وانا دي بنتي حطاه، وقلت لها حطيت عليه يعني معلقتين نشا، ومع دقيق ونص معلقه كركم كده، وسنة صغيرة من الملح متبل بكمون، ملح بكمون يعني. وقلبتهم في بعض مع الدقيق، وبيتبدر لي سمك كده وتجيبولي وانا ايه اقلي تمام. خلاص هنا ايه هنقلي السمك شغال بقى بيتقلي، وانا جيت هنا اعمل تتبيله البتنجان. بصوا انا ببقى شغاله من المبشره هنا وبهز في المطبخ الاطباق الصيني. بصوا يعني الحمد لله لحقتها على اخر لحظه. كان هينزلوا كلهم طرخ كده في الارض، كانوا هيبقوا الحمد لله يعني فاتهم. بصوا على الاخر، لان انا بشغلها بالمبشره، والمطبخ بيتهز، لان دي مش رخامه ثابته، ده مطبخ خشب زي ما انتوا عارفين. فلما بشغل بالمبشره كده المطبخ اتهز، والستيكر رمضان اللي انا حاطاه بيتزحلق. فهم اتزحلقوا بقى، انا ما خدتش بالي ان انا اصلا موقفاهم كده. فالحمد لله اتسترت يعني. بشرت هنا جزرايه، وبشرت كمان طماطمايه، وحطيت عليهم معلقه من اللي انا تبلت بيه السمك. عارفين اللي هو الفلفل بالثوم ده من العلبة ديت، حطيت معلقة. وهعصر بقى نص ليمونة كبير كده، ومعلقتين ومعلقة خل وملح وبس كده. ده التتبيلة بتاعت السمك. ومعلقتين كده ايه خضرة شبت على بقدونس. برضو هقلبهم نفس التتبيلة اللي عملتها المرة اللي فاتت. هقلبهم كده كويس، وهحط بقى احشي البتنجان. ولقيت يعني التتبيلة كتيرة، فجبت 3 طماطمات برضو عملتهم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. حطيت كمان بصوا يعني زي نص فص، والله نص فص كده توم، من التوم اللي هو العادي، اللي هو التوم اللي مفهوش فلفل او اي حاجه.
التوم بس اللي انا عاملاه برضو معاكم حاطاه في الفريزر. اخدت بصوا فص واحد كده او نص فص، حطه على التتبيله، وهبدا بقى ايه احشيهم اهو. المقلي برضو يعني ده ليه طعم، المقلي ليه طعم والمشوي والمسلوق ليه طعم، هما الاتنين طعمهم جميل، بس يعني ده ليه طعم مميز وده ليه طعم مميز. النهارده ما قدرتش اعمل لهم بقى ايه حاجه حلوه بعد الفطار، لان بعد ما خلصت بقى كنت يعني منهمك تعبانه بقى مواعين ومش عارفه ايه، فجابوا حاجات حلوه جاهزه يعني، جابوا زلابيا ومش عارفه ايه كده، جابوا حاجات جاهزه. معلش ابقى نعوضها لهم بقى ان شاء الله المره الجايه. اهو جبت هنا 3 طماطمات كده لما لقيت التتبيله كتيره، فجبت 3 طماطمات وحطيت فيهم تبلتهم كده برضو مع البتنجان وسبتهم. وهنشوف بقى ايه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، هنعمل بقى شكشوكه. انا بموت في الشكشوكه او الصلصه، مش عارفه بتسموها ايه. انا باخد من الزيت اللي انا بقلي بيه السمك، بس لقيت فيه ايه بقى حروقه كده من التوم والحاجات اللي بتقع من السمك، فرحت جبت مصفى وصفيتهم. اخد كده ايه قد، يعني ايه زي ما انتوا شايفين زيت كده، اقطع 4 معالق او 5 معالق زيت، ومقطعه بصله كبيره كبيره حلوه كده يعني، قطعها صغير قوي، واحطها وافضل اقلب فيها لحد ما تدبل، مش عايزاها تحمر ولا اي حاجه، تدبل بس كده. وهنزل عليها بمعلقه من الدقيق برضو اللي تبلت فيه السمك، هنخله كده، وعشان فيه نشا وفيه كركم وكده فهاخد معلقه، قصدي معلقتين كده من الدقيق. تمام، حطيت هنا الملح، ظبطت الملح، حطيت نص معلقه من البابريكا، وكده اهو الدقيق يعني معلقتين كبار، معلقتين كبار دقيق، هما متبلين بالنشا يعني مخلوطين بنشا وكده، ورحت ايه حطهم هقلبهم اسوي الدقيق بس كده ياخد تحميصه مع البصل، وهضيف عليهم شفشق طماطم، وهغطي عليهم بقى واسيبهم يتسبكوا. انا مش عارفه ما حطيتش كمون متهيألي، لو كمان انتي بصي ضيفي نص معلقه كمون ونص معلقه شطه بتبقى تحفه، بس انا نسيت الصراحه ما حطيتش. اول ما غلت كده وبدأت تتسبك معايا، هنزل فيها بقى ايه ب3 سمكات حلوين كده، هحطهم دول يعني انا اللي قمت بيهم الصراحه يعني ايه اسيبهم كده بقى اغطيها، وهسيبهم بقى ايه على نار هاديه كده ياخدوا يدوا بشكل ودي كده. والرز كمان خلاص قرب يستوي اهو، والدنيا تمام. هاجي هنا ايه هنعمل السلطه. بنتي بصوا مقطعه لي كل حاجه، ادي الطماطم اهي، وهاخد باقي التتبيله بتاعه البتنجان والحاجات ديت اخدها برضه احطها. بصوا انا ريحه البيت كانت بصوا فظيعه، ريحه البيت كانت فظيعه من ريحه السلطه وتتبيله البتنجان ومن ريحه السمك يعني. بصوا اللي يعدي من قدام العماره مش قدام الشقه كان هيجوع من الريحه والله العظيم. انا ابني جاي من الدرس بيقول لي ماما انا شامم الريحه من وانا اول ما انا داخل كده العماره وانا شامم الريحه تحت. خلطنا كل ده وحطينا خيار وحطينا خضرة وحطينا جزر وحطينا تتبيلة البتنجان والطماطم وكل ده، وحطينا بقى نص ليمونة كبير ومعلقة خل، وظبطنا الملح وقلب قلب كله في بعضه كده. مش عايزه اقول لكم على الريحه والله العظيم كانت تحفه. بس كده كده السلطه جاهزه والبتنجان جاهز والبتنجان والسمك اتقلى والشكشوكه كمان على النار والرز استوى وكل حاجه كده ايه جاهزه. بنتي هنا كانت خلصت غسيل ونشرت، يعني كان فاضل لها حاجات بسيطه بتنشرها. بصوا هتلاقوا صوت القرآن، انا سايبه لكم الصوت بتاع الفيديو. ماما ايه بصوا ديت اجمل لحظات انا بحب اقف في البلكونه فيها، اللي هو ايه وقرآن المغرب شغال والروحانيات ديت والله العظيم حاجه كده بتخليني اعصابي بتبقى هاديه، ببقى واقفه في البلكونه كده بدعي، ويعني قلبي كده تلاقيه فرحان من جوه وانا بسمع القرآن كده. والدنيا خلاص هاديه بقى والناس كلها بتروح عشان تفطر، بتلاقوا منظر تاني يعني ما بتشوفوش غير في رمضان الصراحه يعني. بس كده خلاص انا دخلت غرفت اهو الاكل وظبطت الدنيا وحطيت كل حاجه. هي يا بنتي كانت عملت بقى العصير والبلح طلعوه بره حطوه على صينيه لان الرخامه ما كانتش شايله. وبس كده الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى تفرحوني بالاشتراك واللايك والكومنت. اشوفكم بكره.